لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانكم مطابا من مشاكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذه الطاعة ويجعلها في موازين الحسنات. الليلة ليلة الجمعة، ليلة 19 من رمضان، ليلة غزوة بدر الكبرى، يعني تجتمع فيها الكثير من البركات والنفحات التاريخية والإيمانية. ليلة من ليالي رمضان، من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفيه في كل ليلة عتقاء من النار، ونبحث في كل ليلة عن ليلة القدر، نسأل الله أن يوفقنا لها يا رب العالمين. وليلة الجمعة، وليلة الجمعة أيضا من أوقات الإجابة، وليلة غزوة بدر، وهذه لا تتوفر كثيرا في رمضان، أن يتوافق الجمعة مع نفس المناسبة، ويتناسب معها أيضا غدا ب 26 يوليو شهر 7، ودي نادرا ما تتوفر، وهو الممثل للاحتلال الإنجليزي في مصر اللي هو كان الملك فاروق. أيضا كان جلاؤه عن مصر وهروبه من مصر كان في يوم 26 يوليو، يعني الاحتلال يمشي في اليوم ده، وغزوة بدر تكون في اليوم ده، ويكون في رمضان وليلة الجمعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون ليلة بركة ونصر وخير وفرج للمسلمين وللبشرية كلها يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب العالمين. حياكم الله أيها الإخوة الكرام. الليلة إن شاء الله معنا الصفة، أو نبدأ مع الصفة الرابعة من صفات المسلم والمسلمة التي يريدها منا الإسلام أن نحيا بها، حتى لا يكون مسلم مشوه، هو يطيع الله سبحانه وتعالى ويتبع أوامره في جانب، وهو يطيع جوانب أخرى أو مناهج أخرى في بقية جوانب حياته، حتى لا يكون شخصية مشوهة، حتى يكون مضيء من كل جوانبه. فالإسلام يحاصره بصفات من كل النواحي، هذه الصفات تحقق له الكرامة، تحقق له الإنسانية والآدمية، تحقق له الوظيفة التي خلق من أجلها. الصفة الأولى كانت سليم العقيدة، صلاح الداخل، صحيح العبادة، وظيفة الأعضاء الخارجية، ومتين الخلق في التعامل مع الناس. وكل صفة وضعنا لها مجموعة من المقاييس اللي على أساسها بيختبر المسلم نفسه، وهي متوفرة الآن لمن يريد من الإخوة، بحيث إن شاء الله نسأل عليها، نركز عليها، نحفظها، نكررها، نعاودها. هي متوفرة عندي على الصفحة على الفيسبوك، من يريد من الشباب يدخل يكتبها، يحفظها، يراجعها إن شاء الله، يعني مش فقط للمعلومة أو للثقافة، إنما للتطبيق العملي بعد ذلك، حتى لا يكون الكلام حجة علينا، إنما يكون لنا إن شاء الله رب العالمين. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: العلم علمان، علم على القلب وعلم على اللسان. علم القلب ذاك علم العمل الذي يؤخذ للتطبيق، وعلم اللسان ذاك حجة الله على ابن آدم، يعني عرف ويسأل عنه يوم القيامة لماذا لم تفعل، فهذا يكون علم ضار. فإحنا لا نريد أن يكون ما نسمعه ضار بنا، ونسأل عنه يوم القيامة: أنت عرفت فلماذا لم تعمل؟ عرفت فالزم فطبق. فنسأل الله أن نكون من العاملين. اللهم آمين يا رب العالمين. صفة اليوم هي صفة متعلقة بالعقل، اللي هو أهم شيء في الإنسان، صفة مثقف الفكر. ولا نقول مثقف القراءة أو الكتاب أو الوظيفة أو الشهادة، إنما مثقف الفكر. الفكر هذا هو الأساس اللي عليه إن صحت حياة الإنسان، وإن تشوه أو فسد أو غاب بتفسد حياة الإنسان كلها. فالإسلام حريص إن المسلم لا يكن درويش، لا يكن مجرد إن هو مقيم للشعائر مع أهمية الشعائر وفريضتها، لا يكن مجرد إن هو يكون متعبد بالعبادات الفردية مع أهميتها وفرضيتها، إنما أيضا لابد أن يكون متعايش مع الواقع اللي هو فيه، متجدد دائما بكل ثقافة جديدة، لا يعيش في الماضي، إنما مع ثقافة الماضي
ويجمع بينها ويدمج بينها بثقافة الحاضر يؤثر ولا يتأثر، إن يكون مثقف الفكر. ثقافة الفكر دي أول ما نزل بها القرآن الكريم. الليلة نشير إشارات سريعة لمفهومها، مقياسها يكون الليلة اللي جاية إن شاء الله رب العالمين. إيه نقصد بمثقف الفكر؟ هل هو صاحب الشهادة الجامعية؟ هل هو الشيخ؟ هل هو الكاتب المشهور؟ هل هو الراجل اللي بيخطب في الناس؟ اللي بيعرف يتكلم؟ اللي بيقرأ كتير؟ اللي بيتابع الفيسبوك؟ هو مين؟ المقياس هنقوله الليلة الجاية إن شاء الله رب العالمين أو نجتهد فيه. إنما الليلة حول أهميتها، هل مثقف الفكر هذه صفة ثانوية لي الاختيار إن أنا أفعلها أو لا أفعلها؟ يعني هل ينفع إن أنا أبقى مسلم صحيح مكتمل الإسلام من غيرها؟ لا، لأن هي فريضة لا تقل عن فريضة الصلاة. بل القرآن لما بدأ في أوامره لم يبدأ بالصلاة، بدأ بها لأهميتها. الله سبحانه وتعالى أول ما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، كلنا نحفظ أول 5 آيات من سورة العلق، نقولهم كده: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. 5 مرات أو 6 مرات تأتي لفظة قراءة وعلم وقلم وأدوات التعلم في أول 5 آيات في سطر ونصف تقريبا أو سطرين ينزلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يركز القرآن الكريم على هذا الباب مع أنه بيكلم نبي أمي محمد صلى الله عليه وسلم، ففريضة واللفظ بلفظ الأمر اقرأ. وأوامر القرآن تحمل أولا على الوجوب، على الفرضية، لا تتحول إلى السنة أو المندوب أو الاختيار إلا لو كان في دليل على ذلك. إنما إذا ظلت هكذا بدون فهي فريضة، والنبي قال ذلك صلى الله عليه وسلم، قال طلب العلم سنة، مش كده؟ طلب العلم إيه؟ فريضة على كل مسلم فقط، مش كده؟ ومسلمة، يعني مش للرجال، لا، للرجال والنساء. طلب العلم فريضة. بل النبي صلى الله عليه وسلم لو حصلت مقارنة، مع أن الإسلام لا يقارن في هذا الأمر بين العالم والعابد، إنما هو يريد الاثنين، يريد عالما عابدا وعابدا عالما. عبادة من غير علم ممكن تؤدي إلى أنه يشرك بالله وهو لا يدري، وعلم من غير عبادة تؤدي لإلحاد فيكون أصغر من الحشرات مهما كانت رتبه العلمية. إنما يريد عالم عابد وعابد عالم. إنما لو يحصل مقارنة بين الاثنين، من هم الأفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى واحد في الأمة، فضل العالم على العابد. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يعني طلب العلم باب من أبواب أو طريق من طرق الجنة، مش فقط الصلوات، لا، هو فريضة زي الصلاة يؤدي للجنة أيضا. يعني اللي بيخرج يتعلم علشان يتعلم ويعلم وينفع ويؤثر في الناس، هو يؤدي فريضة تؤدي به إلى الجنة لو مات على هذا الطريق. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. بل الكون كله، الكون الغيبي والمشاهد، بيتفاعل مع الإنسان مثقف الفكر اللي بيتعلم العلم النافع. قال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. إن الملائكة لتضع أجنحتها. أنت متصور يعني إيه الملائكة تضع أجنحتها؟ متصور في تكريم أعظم من هذا التكريم؟ الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم، يفعلون ما يؤمرون، خلقوا من نور، لا يعصون الله سبحانه وتعالى أبدا. قوة الواحد فيهم ممكن يحمل الكرة الأرضية بما فيها بطرف جناح ويقلبها، ومع ذلك تضع أجنحتها لمين؟ لطالب العلم رضا بما يصنع. طالب العلم ومعلم الناس الخير تستغفر له الحيتان في البحر، تستغفر له النمل في جحرها، تتفاعل معه الجبال والسماوات والزروع والثمار، كلها بتدعي له وتستغفر له. حتى النملة اللي في الجحور بتستغفر لطالب العلم. فريضة أعطاها القرآن الكريم قرابة 779 مرة تقريبا، يعني قريبا من 800 مرة يتكلم عن فريضة العلم وطلبها والاهتمام بها في القرآن الكريم فقط. قريبا من 800 مرة يتكلم عنها، إضافة للأحاديث الكثيرة جدا للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. النبي أول ما يهتم في تعليم الصحابة أن يعلم فيهم ذلك. حتى بعد ما وصل للمدينة كان هناك
فداء الأسرى والأسير بين أن يفدي نفسه بمال أو أنه هو يعفو عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو يبقى أسير حسب السياسة الشرعية ساعتها وقوة الدولة وضعف الدولة. دي سياسة دولية كانت قائمة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوافق على فك الأسير، بل يفضل فك الأسير إذا علم 10 من الصحابة. الأسير اللي بيعرف يقرأ ويكتب ويتعلم لو علم 10 من المسلمين يفك أسره. مش عايزين فلوس، احنا عايزين انه يتعلم أولى من ان الأسير ده يدفع لنا فلوس، مع انهم كانوا في حالة فقر ومحتاجين أموال، إنما لما يعلم 10 أولى عندنا من انه هو. وتاريخ الإسلام يدل على اهتمام، كل ما كانت الدولة الإسلامية قوية كل ما كانت مهتمة بالعلم. أذكر لحضراتكم واقعة فقط أو نموذج في تاريخنا الإسلامي. السلطان سليمان القانوني كان خليفة من خلفاء المسلمين أيام الدولة العثمانية. سليمان القانوني، احفظوا اسمه هذا. في عصره كان من يصعد المنبر ليخطب الناس ليؤم الناس ويصلي بهم. ايه شروطه؟ شروط وظيفة إمام وخطيب في عصر سليمان القانوني، في عصر الدولة الإسلامية في ازدهارها العلمي، كانت شروطه إيه؟ رقم 1 أن يكون حافظا للقرآن الكريم كاملا. طيب ده شيء مبدئي معروف. في حين دلوقتي احنا عارفين شيخنا الشيخاني في ناس يعني ممكن نطلع ناس من الأوقاف الحمد لله حافظين السنة بس مش حافظين القرآن. حافظا للقرآن الكريم كاملا. 2 مجيدا للغة العربية والفارسية والعبرانية، يكون مجيد ل3 لغات. 3 يجيد الرمي بالسهم والفروسية. 4 حافظا للتوراة والإنجيل. 5 مجيدا للكيمياء والفيزياء والرياضة، يكون عنده حظ أو نصيب في هذه العلوم، كيمياء وفيزياء ورياضة، ويكون معاه لغات يعني العبرانية والسريانية مع العربية، ويكون حافظ التوراة والإنجيل زي القرآن، زي ما هو حافظ القرآن، ويكون رياضي بيعرف يركب الخيل ويضرب السهم والرمح والكلام هذا. هذه شروط من يسمح له أن يصعد المنبر في عصر سليمان القانوني الخليفة. طبعا لو طبقنا الشروط ديت على أئمة الأوقاف في مصر وحدها كم واحد هيبقى؟ أنا يا دوبك ممكن يوافقوا عليا فراش في جامع، يعني لو وافقوا عليا مع قيمة الفراش وعبادة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. إنما لذلك كانت الأمة مزدهرة، لأن كانت تقدر العلم مش الرشاوى والوساطة والمحسوبية والشكل والهيئة، إنما كانت تقدر فعلا العقل، لأنه بيعرض نفسه على علماء الأمة وعقول الأمة ومختلف شرائح الأمة. لما يطلع المنبر يكون أهل لذلك، فكانوا ما يسمحوا له. طيب تعال قارن، ده تاريخنا مليء بنماذج من ذلك. تعال قارن الآن دولة زي مصر مثلا في جانب العلم اللي هو فريضة ويأخذ هذا الحجم في القرآن والسنة وصفة من صفات المسلم، تعال أمام إرادة المستبد. والمستبد ده ممكن يكون حاكم وممكن تكون منظمات دولية تمارس الاستبداد تحت عناوين مختلفة. هو يريد من الناس أن يكونوا مغيبي العقول، وأول درجة من درجات تغييب العقول أن يكون أميا. مصر وحدها حتى يستطيع أن يتحكم فيها كم أمي؟ من تركة مبارك 32 مليون أمي في مصر وحدها. 32 مليون أمي. لا يوجد جامعة عربية مصنفة في أفضل 500 جامعة في العالم. أفضل 500 جامعة في العالم ما فيهمش دولة عربية. هذا نصيبنا وحظنا. متوسط قراءة الفرد الأوروبي 50 كتاب في السنة. متوسط قراءة الفرد العربي عدد من الصفحات. المتوسط القراءة أيا كان نوع قراءته بقى، بيقرأ كتب لها لازمة ملهاش لازمة، المهم إنه بيقرأ، بيفتح كتاب ويقرأ، عنده صبر على الكتاب، بيقرأ مفيد ولا غير مفيد، المهم متوسط قراءته 50 كتاب في السنة. ومتوسط قراءة العربي بضع صفحات. ينتج ذلك إيه؟ ينتج أمة مهما كانت قدراتها
وإمكانيات المادية اللي موجودة عندها والأعداد البشرية ضعيفة هشة. ليه؟ لأن مع تغييب العقل تقدر توديه بعصاية وتجيبه، تقدر تضحك عليه بشبهة، تقدر تصدر له إعلان كاذب ويتحكم فيه، تقدر تجيب له مستبد ويركعوا له ويسجدوا له من ضمن المعارضين لمرسي، عشان تشوف النوعية يعني في فضائية من الفضائيات المصرية. لا احنا مسلمين زي ما هم مسلمين، هم مش فقط مسلمين، والله العظيم أنا كل ما بسمع سورة طلع البدر علينا الدموع بتنزل من عيني. وطبعا المفروض هي تقول له ايه، وانا كمان لما بسمع محمد نبينا صورة من الصور برضه مش كده؟ ده الثقافة هذا التراث اللي موجود عندنا والدرجة العلمية اللي موجودة عندنا. إن أسافل القوم يتكلم الرويبضة بتعبير النبي صلى الله عليه وسلم يصير هو العالم، والأسافل مصر وحدها في عصر مبارك في 30 سنة، لأن مش لاقيين لهم مكان في الطابور. 80,000 عالم في مختلف التخصصات هجروا مصر. 80,000 عالم، سواء علماء شرع أو علماء علوم دنيا. 80,000 مش لاقي له مكان في البلد، صنعوا إنجازات في البلاد اللي هاجروا ليها وسافروا ليها وسابوا البلد. الشاهد أيها الإخوة الكرام، نتكلم عن فريضة. المساجد لا تستطيع أن تقوم بدور الإصلاح إذا غابت هذه الفريضة. لو بنينا قدام كل بيت جامع، قدام كل بيت جامع وملك المسلمين، مع وجود المسلمين لا يهتمون بأول فريضة بدأها القرآن وأعطى لها حجم أكبر من حجم الشعائر الأربعة، عمرنا ما نصلح الكون ولا نصلح نفسنا حتى لو هذه المعادلة موجودة. يعطى لها 800 مرة. الصلاة والصوم والزكاة والحج واخدين في القرآن 214 مرة. 214 مرة يعني ربع الحجم تقريبا اللي أعطاه القرآن الكريم لفريضة العلم. فريضة يا إخوة الكرام، نريد أن نقيم نفسنا ليلة جاية إن شاء الله رب العالمين على أساس هذه الفريضة. إحنا حجمنا قد إيه وعندنا منها قد إيه، وإحنا الصفة ديت فعلا متحققة فينا ولا مش متحققة فينا. ما الثقافة دي مش إن أنا متابع الأخبار وقاعد قدام الفضائيات وما شاء الله عندي صفحتين 3 فيسبوك و5 7 تويتر وقاعد مش عارف الأستاذ تانجو والحاجة مش عارف. لا، هذه مش هي الثقافة. هنشوف، بلاش أتعجل بالحب، هنشوف مين هو المثقف ولا إيه هي الثقافة. دي هيكون مقياس عملي وعقلي الليلة اللي جاية إن شاء الله رب العالمين. بس نتابع كده. هو عزاء قبل ما نقوم للصلاة، عزاء واجب، وده من اهتمام المسلم الواقع اللي هو يحياه. بعد فجر اليوم، بعد صلاة الفجر تقريبا مباشرة، حصل حادث في غرب إسبانيا، ربما تابعتوه. قطار اللي هو يعني حاد عن طريقه بسبب السرعة ومات فيه حوالي 77. هو الرقم اللي شفته على الشاشة كان الآن زاد كمان طبعا، لأنه حادث صعب، ممكن فعلا الإصابات يكون حادث أليم. فإحنا نعزي نفسنا، أهل وطن، فنعزي نفسنا ونعزي أهاليهم في هذا المصاب، ونتألم طبعا لهذا المصاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عن المصابين ويكون إن شاء الله بردا وسلاما على قلوبهم يا رب العالمين، ويمر بغير أثر. اللهم آمين يا رب العالمين. ربي يبارك فيكم. ادعوا لمصر، يعني سامحوني إن بنخص مصر، إنما لكل المسلمين طبعا، بس في هذه الليلة والله لو تجعلوها فرض كده واجب ونازل لله سبحانه وتعالى. هذه الليلة النبي لم ينم، ليلة بدر النبي لم ينم صلى الله عليه وسلم، ظل طوال الليل، وعارفين الأثر، ظل واقف طول الليل يدعي اللهم إن تهزم هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. طول الليل يا مغيث يا مغيث، اللهم إن تهزم هذه العصابة، يعني المؤمنين اللي معاه، فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. هي الآن إرادة وتصريحات دولية من خارج مصر ومن داخل مصر إن باقي أمام المسلمين في مصر ساعات وينسفوهم ساعات ويقضى على الإسلام مباشرة، ولا تقم له قائمة بعد ذلك. ويسمون طبعا بيقولش المسلمين، بيقولوا الإرهابيين، يوصفون بأنهم الإرهابيين. إحنا محتاجين دعاء النبي في هذه الليلة يا إخوة الكرام، والله فعلا يعني بكل ما أوتيت من قوة
ومع الله سبحانه وتعالى. لو مش هتنام فعلا في سجودنا، مش فقط في التراويح الآن، بينك وبين نفسك في بيتك مع عيالك، وتتصل بالناس، وعلى صفحتك لو ليك فيسبوك، الليلة كده نجتهد إن شاء الله إن يكون هذه يعني قاسمة الظهر للظالمين يا رب العالمين، ويكون هي بداية الفرج، وتكون هي الفرج إن شاء الله، مش فقط لعودة الرئيس مرسي، لا، لبداية المشروع الإسلامي ورحمته وخيره للدنيا كلها. اللهم آمين يا رب العالمين. ربي يبارك فيكم وقوموا إلى صلاتكم.